الاهلي بيأيد 27 لاعب والزمالك 31. ايه تفاصيل القائمه الافريقيه للقطبين قبل السوبر الافريقي؟ اخبط اللايك وتعالى اما اقول. يوم 31 اغسطس الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اعلن غلق باب القيد بالنسبه للانديه اللي هتخوض البطولات الافريقيه، لو بنتكلم على دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه والسوبر الافريقي، لكنه بيستثني بطوله كاس السوبر الافريقي من الميعاد ده 31 اغسطس، وبيعلن مد القايمه بتاعه السوبر الافريقي لغايه يوم 12 سبتمبر. يعني الاهلي او الزمالك يقدروا ان هم يعدلوا في القايمه دي اللي هتخوض مباراه السوبر الافريقي لغايه يوم 12 سبتمبر، يعني بالظبط قبل 15 يوم من بطوله كاس السوبر المفترض ان هي هتقام في المملكه العربيه السعوديه. الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا والزمالك بطل كاس الكونفدراليه. الزمالك اعلن عن قائمته واللي بتضم 31 لاعب مش بس هيلعبوا مباراه السوبر الافريقي، ولكن كمان دول اللي هيخوضوا بطوله الكونفدراليه اللي الزمالك بيشارك فيها باعتباره حامل اللقب. طب القائمه دي فيها مين؟ وهل الصفقه الجديده محمود بن طايق موجود فيها؟ وهل كمان هتضم اشرف بن شرقي في الايام اللي جايه ولا لا؟ قائمه الزمالك في حراسه المرمى محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي، وعمر عبد العزيز. وفي خط الدفاع عمر جابر، حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمود حمدي الونش، احمد مجدي، واحمد فتوح، ومحمود بن طايق، وحسن ابو المعاطي. اما في خط النص في عدد كبير من اللاعبين: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاته، محمد السيد، احمد حمدي، وسيد عبد الله نيمار، محمد عاطف، واحمد عبد الرحيم ايشو، عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وكمان معاهم شيكابالا وزيزو ومصطفى شلبي. وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، حسام اشرف، وسامسون اكينولا. الزمالك كان انهى التعاقد مع المغربي محمود بن طايق الظهير الايسر، واللي الزمالك هيكون بحاجه شديده ليه خاصه بعد الازمه اللي تعرض ليها احمد فتوح. وبخلاف الصفقه دي الزمالك نجح في التجديد للحارسين صبحي وعواد، وخرج بيان من حوالي 3 ايام بخصوص بقاء زيزو في الفريق وعدم الموافقه على عرض احترافه. وفي نفس الوقت لسه المفاوضات شغاله مع مغربي اخر هو حلم وامل جماهير نادي الزمالك هتفضل متمسكه بيه لحد اخر لحظه في اغلاق باب القيد، هو المغربي اشرف بن شرقي، واللي كان ليه تجربه سابقه مع الفريق خلال السنين اللي فاتت. وبطوله السوبر الافريقي هي بطوله مهمه جدا لنادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك ان هو يفتتح بيها الموسم، خاصه بعد ما انهى الموسم محليا بدون بطولات، خسر الدوري وخرج بشكل مبكر من كاس مصر امام طلائع الجيش، وبالتالي البطوله هتبقى افتتاحيه مهمه جدا 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 ليه، خاصه ان هي هتكون على حساب النادي الاهلي اللي سبق وكان كسب دوري ابطال افريقيا على حساب الزمالك في 2020. لو رحنا الناحيه الثانيه ورحنا للنادي الاهلي، هو كمان بعت القائمه بتاعته وفيها 27 لاعب، والقائمه ما كانش فيها اسمين مهمين جدا لو بنتكلم على علي معلول وكريم فؤاد، والاثنين طبعا تم استبعادهم بسبب اصابتهم الطويله والنادي مش هيقدر يستفيد منهم خلال المشاركه في البطولات الافريقيه. لكن القائمه كان فيها كل الصفقات الجديده: يحيى عطيه الله، يوسف ايمن، والمدافع اشرف داري، حتى عمر الساعي اللي النادي الاهلي ما قدرش ان هو يسجله امبارح بسبب مشكله في نقص بعض البيانات، اتسجل النهارده وهيكون متاح بشكل طبيعي للمشاركه في مباراه السوبر الافريقي يوم 27 سبتمبر. وبعد انضمام عمر الساعي لقائمه الاهلي بقت القائمه 28 لاعب. في حراسه المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ومصطفى مخلوف. وفي خط الدفاع محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، يحيى عطيه الله، اشرف داري، كريم الدبيس، يوسف ايمن، وعمر كمال. وفي خط النص موجود عمرو السوليه، اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، مجدي قفشه، احمد نبيل كوكا، كريم وليد ندفد، محمد عبد الله، وكمان عمر الساعي. اما خط الهجوم فموجود عدد كبير من الاسماء زي حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، كهربا، ورضا سليم، والمهاجم وسام ابو علي. ولسه الاهلي كمان شغال على صفقه المهاجم الاجنبي، المهاجم اللي المفروض ان هو هيكون موجود جنب وسام ابو علي. لسه الكلام بقى المهاجم ده هيبقى اجنبي ولا هيبقى محلي، المهاجم ده هيلعب اساسي ولا هيستمر وسام ابو علي، ويمكن يكون المركز ده بالنسبه للاهلي هو اخر مركز هيتم تدعيمه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. طبعا مفيش شك بطوله السوبر هي بطوله مهمه جدا جدا للنادي الاهلي، خاصه ان هي كمان هتبقى على حساب نادي الزمالك اللي سبق واتقابلوا في السوبر سنه 94 وقدر الزمالك ان هو يفوز بهدف ايمن منصور، وبالتالي بطوله هيبقى ليها قيمه كبيره، هياكد الاهلي تفوقه على الصعيد القاري، خاصه بعد فوزه بنهائي دوري ابطال افريقيا 2020 على حساب الزمالك وفوزه بالبطوله 12 مره كاكثر الانديه تتويجا بلقب البطوله. في النهايه وبعد ما عرضنا القائمتين، دورك في الكومنتات تقول لنا قائمه مين اقوى ومين المرشح ان هو يفوز ببطوله السوبر الافريقي لعام 2024، ولنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشير للحلقه، واستنانا في الحلقات واللايفات اللي جايه. سلام عليكم.